اجمل فطير واسهل طريقه اتعملت على اليوتيوب. هش جدا ومورق ومش هنحتاج بس غير نص كيلو دقيق. يلا بينا نشوف الطريقه والمقادير من مطبخ ام احمد الوكيل. بس قبل ما ندخل على الطريقه والتفاصيل عايزين دعم للقناه بلايك وشير واشتراك في القناه من على اليوتيوب مطبخ ام احمد الوكيل. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الحبيب ونبدا في تحضير الوصفه على طول. معايا هنا 4 كوبايات من المج بتاع الشاي ما يعادل نص كيلو دقيق. عايرت كده 2 نعاير كمان 2 ويبقى معايا كده نص كيلو من الدقيق. هضيف لهم معلقه كبيره سكر ونص معلقه صغيره ملح ونقلب كل المكونات مع بعض وهنعجن بميه. معايا هنا كوبايه من الميه ننزل بيها شويه بشويه ونقلب. واركن المعلقه خالص والم العجين بايد واشوف العجينه تحتاج معايا كمان ميه ولا لا. نخلي الكوبايه على جنب ونشوف العجينه هتحتاج معايا كمان ولا لا. هضيف كمان نص كوبايه من الميه. هضيف كمان ربع الكوبايه ميه. نحاول ما نستعجلش في دلق الميه لان نسبه الميه بتختلف حسب نوع الدقيق. يعني ننزل باول كوبايه ونقلب وبعدين نص كوبايه ونشوف العجينه هتحتاج معايا كمان ولا لا. وكل ما هتدلكي في العجينه اكتر هتكون ناعمه اكتر وفيها عرق. ده بيساعدها جدا في الفرد ويخليها ما تتقطعش معاك وانت بتفرديها. ده قوام العجينه طريه وبتلزق في الايد. هستمر في عجنها حوالي 10 دقايق لما تبقى عجينه معايا ناعمه جدا. العجينه كده بقت ناعمه وجاهزه للتشكيل وفيها عرقه. تعرفيها ازاي؟ هتلاقيها خلعت من الطبق ومن ايد. هنقسم العجينه لجزئين وكل جزء هنقسمه لجزئين. يعني هنقسم النص كيلو على 4. نحاول نخلي كل كوره قد بعضها. هسيب العجينه ترتاح في صينيه مدهونه بالزيت وندهن الوش كمان زيت. وهغطيها بكيس تلاجة واسيبها ترتاح حوالي نص ساعة. كل ما سيبنا العجينة ترتاح اكتر كل ما كانت سهلة معاكي في التشكيل وما تتقطعش معاكي وانت بتفرديها. ناخد قطعة من العجينة بتاعتنا ونحاول نفردها بعد ما ارتاح. هندهن دهنة خفيفة خالص بالسمنة. طبعا العجينة بتاعتنا لا فيها خميرة ولا بيكنج باودر. هي بس معلقة كبيرة سكر ونص معلقة صغيرة ملح وكوباية مية. والكوباية الا ربع التانية ننزل بيها شوية بشوية لان كمية المية بتختلف حسب نوع الدقيق. ننزل بكوباية والكوباية الا ربع التانية ننزل بيها بالتدريج. النص كيلو اخد معايا بالظبط كوبايتين الا ربع من المية. نشد في العجينة ونفرد بالراحة علشان ما تتقطعش معاها. كل ما العجينة ارتاحت اكتر كل ما تتفرد معانا اكتر. هديلها دهنة من السمنة
ونطبق العجين لحد النص وندهن دهنة بالسمن، ونحط الجزء التاني وندهن برضو دهنة بالسمن. نركن العجينة على جنب ونفرد مع بعض واحدة كمان. العجينة الله أكبر ملبن. أهم حاجة نفرد اللي في النص الأول والأطراف نخليها الآخر. أهم حاجة الجزء اللي في النص. بعد ما اتفردت هديلها دهنة بالسمن، وهضيف لها العجينة الأولى وابدأ أطبق عليها. نبدأ نشد أول طرف وندهن بالسمن، وندهن الطرف التاني سمن. بين كل طبقة وطبقة دهنة من السمن علشان تبقى مورقة معاه. وهخلص الأربعة كلهم بالشكل ده وارجع لكم علشان ما اطولش عليكم الفيديو. وكده الأربع قطع بقوا جاهزين للتسوية. ولعت الفرن يسخن ومعايا هنا صينية هدهنها بالسمن. وننزل بالعجينة بتاعتنا ونفردها كويس. السمك كده كويس اوي. الصينية مقاس 30. ندخلها بقى الفرن ونشوفها مع بعض. انا هسويها في فرن الغاز. لو هتسويها في فرن البوتاجاز هتفتحي الفرن على درجة حرارة 180، واول ما تبدأ تاخد لون من تحت هتفتحي لها الشواية. من وقت للتاني ادور الصينية علشان كلها تاخد لون واحد. اول ما الفطيرة بتاعتنا تتنفخ بالشكل ده تعرف انها هتبقى مورقة وناجحة 100%. بدأت تحمر وتاخد لون من فوق، نشوفها بقى من تحت. التسوية كده تمام اوي. اطفي عليها. اجمل فطير واسهل طريقة اتعملت على اليوتيوب، مورق وهش جدا. بألف هنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوناش بلايك وشير واشتراك في القناة من على اليوتيوب، وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكوا كل فيديوهاتنا. سلام يا احلى مشاهدين.